للتوحيد في حياة المؤمن آثار من الأنوار تسعد فيها العقول وتنشرح لها الصدور، وقوة تبعث في نفس المؤمن اليقين بدينه وقربه من ربه الخالق الحكيم القادر العليم. حلاوة الإيمان، برنامج يومي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عصام جاسم القطان، ومن إخراج عبد الله صغير العجمي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادها. اللهم صل وسلم وشرف وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عند قول المؤلف رحمه الله: فيؤمن، أي المكلف، هذا المكلف بالإقرار بالإيمان، كما ذكرنا سالفا أنه يجب على كل مكلف في الشرع أن يكون على الاعتقاد الصحيح. وذكرنا كذلك أن كل من يعيش على أرض الإسلام والمسلمين كلهم هؤلاء بإقبالهم على دين الله وصلاتهم كلهم في صحة الإيمان وقبول الشهادة وإقبالهم على الطاعة، وهم من جملة المؤمنين والمسلمين، هذا لا خلاف فيه، هذا على اتفاق المسلمين قديما وحديثا وفي كل عصر من عصور الإسلام. فإذا ليس كما ذكرنا سالفا ليس من الضروري أن ينظروا بالكتب، وليس من الضروري أن يبحثوا في علم العقائد ويتفهموا الصفات وينظروا في كتب التوحيد حتى يحكم عليهم أنهم، فإذا لو جهلوا تفصيل التوحيد ولم يدركوا معاني المسائل في صفات الله وأفعال الله وذات الله سبحانه وتعالى، ولم يكن عندهم سوى الشهادتين، وهم في الغالب يفقهون الشهادة في معناها وفي أصولها وفي مضان ما يتفرع عليها من إدانة المؤمن لربه سبحانه وتعالى بالإيمان والإقرار. وهذا معنى فيؤمن، كما قال ابن الحاجب: فيؤمن بأن لا إله إلا الله، بأن لا إله إلا الله، هكذا الشهادة تنطق. الإيمان وهو عمل القلب، وأن لا إله إلا الله أصل الكلام أنه لا إله إلا الله. وهنا ضمير مقدر يسمى ضمير الشأن، يعني أن الشأن العظيم لا إله إلا الله هذا. فإذا جملة لا إله إلا الله بالإعراب هو خبر لأن المفتوحة هذه